يحضرون فيها جماهير. اذا بنتكلم عن التسويق للدوري السعودي، ما في تسويق مثل تسويق الهلال امام مانشستر سيتي وانتصاره ب4-3، وعلم العالم الكره السعوديه والدوري السعودي. طب خلي اقول لك على مانشستر، على بطوله انديه العالم، مين البطل كان؟ بطل انديه العالم مين البطل؟ تشيلسي. ها؟ روح خذ تصريح مدرب تشيلسي في بدايه البطوله، قال للاعبين نصا: اترجاكم ترجي، انت اعتبروا هذه البطوله رسميه، اترجاكم اعتبروها على الاقل كاس انجلترا، عشان بس نحن لا نبالغ في الاشياء. وموجود التصريح وممكن اي من يرجع له. يعني صحيح. يعني في ناس كانت تتمنى تشارك فيها. يعني كلام في ناس كانت تتمنى تشارك فيها. مدرب تشيلسي انت يعني انا هذه نظره تفهم منه؟ افهم منه هذه نظره الانديه العالميه لدي البطوله. لا هذه بسلامه ببساطه هذه لا والله هذه نظرته بدر، لا نقعد احنا يعني نبالغ في الامور. هذه نظرتهم. حامض عنك يعني يقول يعني اذا ما وصل الواحد شيء. انا وياه سجال. لا انا ما اتكلم على سجالك، لا انا اقول لك اللي قالوه حقين تشيلسي. لا تشيلسي قبل البطوله قالوا شال البطوله، اترجى اللاعبين ترجي، قال لهم رجاء اعتبروها بطوله رسميه. طيب. هذه نظره الانديه العالميه لبطوله انديه العالم. والدليل على ذلك وزير خارجيه روسيا هنأ المملكه العربيه السعوديه بانتصار الهلال على السيتي. يحصل امر طبيعي. طيب خلينا نرجع مره ثانيه نشوف التقييم. اضافه بدر. تفضل يا كابتن ابراهيم. اذا كان كلام اللي يقوله ابو احمد الان صحيح، هذا يدل على ان مدرب تشيلسي جاهل، ولا يعني ان البطوله بطوله وديه. مدرب تشيلسي ايش؟ جاهل. مدرب ليه؟ جاهل. ليه؟ اللي يدخل بطوله عالميه فيها جميع الانديه وتنظمها امريكا بهذا التنظيم وتحت مظله الفيفا ويقول اعتبروها بطوله وديه، هذا مدرب ما جاهل. قال اعتبروها وديه، قال اعتبروها. يا ابراهيم اسمع كويس، قال اعتبروها يعني رسميه، قال اترجاكم اعتبروها رسميه، يعني خذوها بجديه، خذوها بجديه. ايوه قال. يا ابراهيم خليك مع جياردو، الله يخليك، خليك مع جياردو، بس انت خذ جياردو وفصلوا. انت خشيت كده في النص، ما كنت كده يا ابراهيم. ايش اللي غيرك؟ ابو احمد يا اخي انت والله مره لا تتكلم في كل وقت يا ابو احمد. اسمعني بس، اسمعني. تفضل. الان انا لما شخص مثلا يقول كلام جهل، انا ما انقله واحتج به. ابراهيم لا تقول والله جهل. لا ابراهيم كلمه جهل كبيره، لا تقول جهل. انا اجيب كلام بطولة العالم اقول لك ابراهيم هذا مدرب وبيتكلم مع لعيبته وعارف ايش فكر لعيبته وايش بيوصل لهم. اما تقول جهل ابراهيم، الموضوع استفزك ونقص بلوفك. لا معلش ابو احمد، انا ما اتكلم بالطريقه لا اسلوبك، بس انا بعطيك طريقتك. اسكت خلينا نتكلم. يا ابراهيم هي طريقتك صحيحه تقول لي جهل؟ ايش بك انت يا ابراهيم؟ نعم خلينا نتكلم. معقوله كلامك هذا منطقك وهذا اسلوب؟